أعزائي طلبة الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم. عايز تفهم رياضة صح؟ يبقى تابع مستر أشرف. النهارده ميعادنا مع الدرس الثاني جبر تاني إعدادي. زي ما متعودين كل مرة، الدرس الثاني اسمه الفترات. يعني إيه فترة أصلا؟ أنا برضو في كل حصة متعود أحكي لكم قصة صغيرة عشان نخش في الموضوع ده. إحنا خدنا المجموعات قبل كده، وحضرتك عارف يعني إيه مجموعة. المجموعة لها قوس معين، اللي هو القوس اللي احنا عارفينه دايما اللي هو بالشكل ده اسمه قوس مجموعة. أنا عندي 3 أنواع من الأقواس. قوس مجموعة أنت حضرتك عارفه، والقوس الثاني قوس زوج مرتب اللي هو بنمثله على الشبكة التربيعية اللي هو على محور إكس ومحور واي، اللي هو القوس العادي بتاعنا بالشكل ده اسمه قوس زوج مرتب، وده ما بيتكتبش جوه منه غير عددين فقط، وليه خواص كتير. يعني العددين دول ما ينفعش ابدلهم. واقواس المجموعه برضو ليها خواص كتير، منها ان العدد ما بيتكررش جوه المجموعه. حاجات كتير قوي في الاقواس المجموعه وقوس زوج المرتب. النهارده هناخد قوس جديد بالشكل ده اللي هو القوس اللي ما فيهوش دوائر، بعكس قوس المجموعه اللي بنحط له كنا دايره في النص كده. ده اسمه قوس فتره. هو ايه الفرق بين الفتره وما بين المجموعه؟ لو حضرتك اتصلت او رنيت على واحد صاحبك الساعه 2 ولقيته غير متاح او ما ردش عليك، ورنيت عليه الساعه 5 وما ردش عليك، حضرتك رنيت عليه الساعه 3، رنيت عليه الساعه 4، لا ما رنتش، هم 2 و5 فقط، فدي تبقى المجموعه 2 و5. انت ما تعرفش كان متاح ولا كان غير متاح ما بين الاثنين والخمسه، هم العدد 2 والعدد 5، فعشان كده بكتبهم جوه قوس المجموعه 2.5. دي المجموعه 2 و5. لكن لو حضرتك رنيت عليه الساعه 2 وفضلتوا تتكلموا وترغوا من الساعه 2 لغايه الساعه 5، الساعه 3 كنتوا بتتكلموا ولا لا؟ طيب 3 وربع، طب الساعه 4 الا ربع، طب 4 و5 دقائق. طول الفترة، طول ايه؟ طول الفترة من أول 2 لغاية 5 انتوا بترغوا مع بعض. يبقى هكتبها جوه قوس فترة، واكتب الأول 2 و5، والفترة 2 و5 دي معناها من أول العدد 2 وكل الأعداد اللي في النص لغاية العدد 5. من أول العدد 2 لغاية العدد 5، وتشمل كل الأعداد ما بين 2 وال5. ده معنى كلمة فترة. طب احنا بندرس ليه الفترة دي يا مستر أصلا؟ زمان لما خدنا مجموعة الأعداد الصحيحة كان الواحد بعد منه 2 مباشرة، ما كانش فيه حاجة ما بين الواحد والاثنين، والاثنين ما بعد منها 3 مباشرة، واللي قبل الواحد كان 0، واللي قبل منه -1، فأنا عارف كل عدد، عارف اللي بعد منه إيه واللي قبل منه ايه، فعشان كده ينفع نكتبها في صورة مجموعة بطريقة السرد 0 1 2 3 إلى ما لا نهاية. لما خدنا الدرس اللي فات مجموعة الأعداد الحقيقية، أنا معرفش بعد الواحد كام. يعني إيه معرفش بعد الواحد كام؟ يعني ما بين الواحد والاثنين فيه عدد لا نهائي من الأعداد الحقيقية في النص. زي إيه يا مستر؟ زي 1 و1 من 10، و1 و2 من 10، و1 و3 من 10، و1 و4 من 10، و1 ونص، و1 و6 من 10. أعداد كتير قوي. طب ما نعرفهم برضو يا مستر. لا ما نعرفهمش. بين العدد 1 و1 من 10 و1 و2 من 10 فيه عدد لا نهائي تاني من الأعداد ما بين العددين دول. زي إيه؟ زي 1 و1 من 100، زي 1 و2 من 100، زي 1. ده كله ما بين 1 و1 من 10 و1 و2 من 10. وما بين كل عددين تانيين هنلاقي عدد لا نهائي من الأعداد. فأنا ما أقدرش أعرف إيه العدد اللي بعد 1 مباشرة. فعشان كده عشان أكتب من 1 لغاية 2 لازم أعبر عنها بصورة فترة. هو حتى الفترة دي ينفع أعبر عنها بصورة مجموعة، بس بصورة أو بصيغة الصفة المميزة، مش بصيغة السرد أو بطريقة السرد زي ما كنا بنعمل في باقي المجموعات. فعشان كده هندرس الفترات في الحصة الثانية من المنهج بتاعنا. يبقى الفترة هي كل الأعداد اللي محصورة بين عددين أنا هكتبهم جوه الفترة. قوس الفترة ما ينفعش أكتب منه أكتب جواه غير عددين فقط. ومعنى الفترة من الأول العدد الأولاني لغاية العدد الثاني وكل الأعداد اللي محصورة في النص. بس عندي أنواع كتير من الفترات. أول تقسيم بنقسم الفترات لفترات حاجة اسمها فترة مغلقة، وحاجة اسمها فترة مفتوحة، وحاجة اسمها فترة نصف مغلقة أو نصف
مفتوحة. يعني ايه فترة مغلقة؟ القوس بتاع الفترة بيبقى بالشكل ده، وركز معايا قوي. القوس بتاع الفترة بيبقى مقفول ناحية العدد اللي جوه الفترة، او الناحية التانية زي كده يبقى مقفول ناحية العدد اللي انا كاتبه. دي اسمها فترة مغلقة. يعني ايه فترة مغلقة؟ يعني الفترة دي من اول العدد 3 لغاية العدد 5، والعدد 3 نفسه معانا والعدد 5 نفسه معانا. يعني ال3 تبعنا وال5 تبعنا. فترة تحتوي على العدد 3 والعدد 5 وكل الأعداد اللي محصورة ما بينهم، يبقى دي اسمها فترة مغلقة. وعشان نمثلها على خط الأعداد همثل العدد 3 وامثل العدد 5 واعمل دايرة مظللة فوق العدد 3 ودايرة مظللة فوق العدد 5 واوصلهم واظلل كل اللي ما بينهم، تبقى دي اسمها الفترة المغلقة 3 و5. تاني نوع من الفترات اسمه فترة مفتوحة. يعني ايه فترة مفتوحة يا مستر؟ يعني الأقواس تبقى متجهة لبره زي كده، القوس ده متجه لبره والقوس ده متجه لبره، القوسين مفتوحين، يبقى الفترة كلها اسمها الفترة المفتوحة 2 و7 زي في المثال. طب ايه الفرق بين الفترة دي والفترة المغلقة؟ الفترة دي بتحتوي على كل الأعداد اللي ما بين 2 و7، بس العدد 2 نفسه والعدد 7 نفسه مش تبع الفترة، عشان كده دول مفتوح من هنا اهو. يبقى فترة لا تحتوي على العدد 2 ولا تحتوي على العدد 7. أنا ما أقصدش 2 و7 بالتحديد، أنا أقصد العددين اللي موجودين جوه الفترة دول مش تبعنا طالما هي مفتوحة ناحيتهم. بس الفترة دي بتحتوي على كل الأعداد اللي ما بين 2 وما بين 7. وعشان أمثلها على خط الأعداد بمثل العدد 2 وأمثل العدد 7 واعمل دايرة مفتوحة عند الاثنين ودايرة مفتوحة عند ال7 واوصلهم واظلل كل اللي ما بينهم، تبقى هي دي الفترة المفتوحة 2 و7. دول نوعين يا مستر، احنا قلنا في 3: فترة مغلقة، فترة مفتوحة، فترة نصف مغلقة او نصف مفتوحة، اسميها كده او كده مفيش مشكلة. طب ايه هي الفترة نصف مغلقة والنصف فترة نصف مفتوحة؟ قال الفترة نصف مغلقة او اللي بسميها نصف مفتوحة هي فيها ناحية مغلقة وناحية مفتوحة. زي الفترة دي لو جواها A و B ومغلقة من ناحية ال A ومفتوحة من ناحية ال B، يبقى دي فيها كل الأعداد اللي ما بين A و B وال A تبعهم، بس ال B مش تبعهم عشان هي مفتوحة ناحية ال B. يعني مثلا لو عندي الفترة نصف المغلقة 1 و5 مغلقة من ناحية ال1 ومفتوحة من ناحية ال5، يبقى دي فيها كل الأعداد اللي ما بين 1 و5 والواحد تبعنا بس ال5 مش تبعنا. وعشان أمثلها على خط الأعداد بمثل العدد 1 وامثل العدد 5 واعمل عند الواحد دايره مغلقه او مظلله عشان الواحد ده الفتره مغلقه، واعمل دايره مفتوحه ما اظللهاش عند العدد 5. ده اول تقسيم معانا، الفتره نصف المغلقه او الفتره نصف المفتوحه. العدد اللي مغلق ناحيه الفتره مغلقه يبقى تبع الفتره، والمفتوحه عنده الفتره يبقى مش تبع الفتره. تاني تقسيم في حاجه اسمها فتره محدودة وفي حاجة اسمها فترة غير محدودة. فترة محدودة يعني بتبدأ بعدد وتنتهي بعدد أيا كان العددين دول كام، يعني ممكن من سالب مليار لغاية موجب مليار، دي كلها فترة محدودة. أنا عارف بدايتها مين وعارف نهايتها مين. طيب ما أنت إيه اللي ناقص أو إيه اللي باقي تاني عشان تبقى الفترة غير محدودة؟ قال لي في رمزين جداد هناخدهم النهاردة مع بعض، اللي هو رمز اسمه موجب ما لا نهاية ورمز اسمه سالب ما لا نهاية. تاني اهو، رمز اسمه موجب ما لا نهاية ورمز اسمه سالب ما لا نهاية. أي فترة تحتوي على رمز من الاتنين دول أو تحتوي على الرمزين مع بعض يبقى الفترة دي اسمها فترة غير محدودة. تاني، أول تقسيم قلناه الفترة يا إما مغلقة يا إما فترة مفتوحة يا إما فترة نصف مغلقة أو ينفع أسميها فترة نصف مفتوحة، وفهمنا معناه. التقسيم الثاني يا إما فترة محدودة يا إما فترة غير محدودة. فترة محدودة يعني بتبدأ بعدد وتنتهي بعدد أيا كان قيمة العددين دول كام أو المسافة بينهم قد إيه، دي اسمها فترة محدودة. الفترة غير المحدودة يا إما تحتوي على رمز واحد من دول يا إما تحتوي على الرمزين، فيها رمز واحد منهم بسميها غير محدودة، فيها الرمزين تبقى
برضو فترة غير محدودة. أمثلة يا مستر على الفترة المحدودة. الفترة المحدودة مثلا لو قلنا من 1 لغاية 5 تبدأ بعدد وتنتهي بعدد، يبقى اسمها فترة غير محدودة. عشان أمثلها على خط الأعداد همثل العدد 1 والعدد 5، وعندي 1 أعمل دايرة مظللة عشان مغلقة ناحية الواحد، وعند ال5 أعمل دايرة مظللة عند ال5 عشان ال5 الفترة مغلقة. طب ينفع أكتبها في صورة مجموعة يا مستر؟ قلنا ينفع أكتبها في صورة مجموعة بس مش بطريقة السرد، بطريقة الصفة المميزة. أول حاجة هكتب الفترة إيه دي بتساوي إكس. إكس يعني أي عدد بحيث الإكس دي تنتمي لآر، أي عدد حقيقي، أنا ما عنديش غير العدد الحقيقية. وخلي بالك من المتباينة دي، لازم متباينة فيها 3 أطراف لازم أقراها من الطرف اللي في النص. لو المتباينة فيها طرفين بس أقراها من أي جهة مفيش مشكلة، لكن المتباينة اللي فيها 3 أطراف لازم تتقلي من الطرف اللي في النص. يعني دي أقراها A، الفترة A بتساوي المجموعة X حيث X تنتمي ل R، أي عدد ده بحيث العدد ينتمي ل R، والإكس أكبر من أو يساوي 1 وأقل من أو يساوي 5. وخلي بالك لما تبقى الفترة مغلقة ناحية الواحد بحط هنا أو يساوي 1، تبقى الإكس أكبر من أو يساوي، هي دايما أكبر من، بس أو يساوي دي أحطها لما تكون الفترة مغلقة، ما أحطهاش خالص. أو يساوي دي ما أحطهاش خالص لو الفترة مفتوحة. وعند ال5 نفس الحكاية، ال5 مغلقة ولا مفتوحة؟ مغلقة يا مستر، يبقى نحط هنا أو يساوي معناها ال5 تبعنا. ونقفل قوس المجموعة، يبقى تتقلي كده الفترة A بتساوي المجموعة X حيث X تنتمي ل R، والإكس أكبر من أو يساوي 1 وأقل من أو يساوي 5. طيب تاني هنا العكس، جايب لي اكتب على صورة فترة وامثل على خط الإعداد الفترة B. B دي كاتبها في صورة مجموعة X حيث X تنتمي ل R، يعني أي عدد بحيث العدد ده ينتمي ل R. في شرط تاني إن الإكس هو جايبهولي الإكس أكبر من -2. يا مستر خلي بالك مفيش هنا أو يساوي، الأول هكتب -2 وبعدين فاصلة وبعدين 3، هو جايب لي من -2 لغاية 3، يبقى هكتب -2.3. ال-2 عندها هنا أو يساوي؟ لا ما عنديش يا مستر، يبقى الفترة مفتوحة ناحية ال-2. طيب ال3 هنا فيها أو يساوي يا مستر؟ لا ما فيهاش يا مستر، يبقى مفتوحة برضو ناحية ال3. يبقى الفترة المجموعة دي عشان أعبر عنها بصورة فترة تبقى الفترة المفتوحة -2. ممتاز. و3 أبقى أمثلها على خط الأعداد إزاي؟ أدي خط الأعداد، هعمل خط الأعداد أهو، مش همثل عندي غير -2 و3، ولازم أبقى عارف هو مين أكبر من مين. السالب أقل من موجب، يبقى على الشمال هنا -2 وعلى اليمين هنا ال3. ال-2 مغلقة أو مفتوحة؟ طيب بلاش من مغلقة أو مفتوحة، في المجموعة هنا أنا عند -2 فيها أو يساوي ولا مفيش؟ مفيش يا مستر، يبقى نعمل دايرة هنا مفتوحة، وعند ال3 نعمل دايرة مفتوحة برضو عشان مفيش أو يساوي، أو الفترة مفتوحة عند -3، ووصلهم ببعض وظل كل المسافة اللي ما بينهم دي، يبقى دي الفترة من -2 لغاية 3، الفترة مفتوحة من ناحيتين. مثال تاني، اكتب على صورة فترة ومثل على خط الأعداد الفترة A. هو جايبها لي في صورة مجموعة وأنا عايز أحولها لفترة، وبعد ما أحولها لفترة أمثلها على خط الأعداد. المجموعة A بتساوي X بحيث الإكس دي ينتمي ل R، والإكس نبدأ من النص زي ما قلنا، الإكس أكبر من 2 وأقل من أو يساوي 5. طيب يبقى أنا هكتب الأول 2 وفاصلة وبعد كده 5. عند الاتنين يا مستر فيه أو يساوي ولا مفيش؟ مفيش، يبقى نعمل هنا القوس مفتوح، مفتوح يعني متجه لبره. طب عند ال5 هنا فيه أو يساوي ولا مفيش؟ فيه أو يساوي يا مستر، يبقى نعمل الفترة مغلقة، ودي اسمها فترة نصف مغلقة أو فترة نصف مفتوحة. عشان أمثلها على خط الأعداد نفس الحكاية، خط الأعداد بتاعي أهو، أعمل العدد 2 على الشمال والعدد 5 على اليمين. ليه 2 على الشمال و5 على اليمين؟ عشان الاتنين أقل من ال5. طيب الاتنين مغلقة ولا مفتوحة؟ الفترة مفتوحة، يبقى نعمل دايرة وما نظللهاش. والخمسة الفترة مغلقة ولا مفتوحة؟ مغلقة، يبقى نعمل دايرة ونظللها، وأوصل الدايرتين دول ببعض وأظلل كل اللي ما بينهم
يبقى دي الفترة بتاعتي 2 و5. أمثلة كتير، جايب لي هنا البي وجايب لي بعدها أمثلة تانية برضو، كل الفترات جايبها لي في صورة مجموعة، اكتبها حضرتك في صورة فترة ومثلها على خط الأعداد. بس في مسألة ما فيهاش 3 أطراف، اللي هي قلنا الفترة غير المحدودة اللي احنا شرحناها من شوية، اللي هي فيها رمز من الرمزين دول، يا إما موجب ما لا نهاية يا إما سالب ما لا نهاية، فيها رمز من الرمزين دول أو فيها الرمزين مع بعض، يبقى الفترة اسمها فترة غير محدودة. طيب لو فيها الرمزين مع بعض، يعني من سالب ما لا نهاية لغاية موجب ما لا نهاية، يبقى دي كل الأعداد الحقيقية. يبقى R عندي بتساوي الفترة المفتوحة سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية. الله، هو احنا ليه فاتحينها يا مستر؟ ليه ما عملتهاش فترة مغلقة من الأول كده عشان نمشي خطوة خطوة؟ السالب ما نهاية ده عدد أنا ما أعرفوش بكام، والموجب ما نهاية ده عدد أنا ما أعرفوش بكام. ليه يا مستر ما نعرفوش؟ ما نقول مليار مثلا، نقول 100 مليار، نقول أكبر عدد تعرفه في الدنيا. طب ولو زودنا عليه واحد هيبقى مليار وواحد. طيب 100 مليار لو زودنا عليهم واحد هيبقى 100 مليار وواحد. يبقى لا المليار ولا ال 100 مليار ولا الديشليون ولا أي عدد حضرتك تعرفه في حياتك هو موجب ما نهاية، وموجب ما نهاية أكبر من أي عدد في الدنيا، وسالب ما نهاية أصغر من أي عدد في الدنيا. يبقى أنا ما أعرفهمش، يبقى هما الاثنين لا ينتموا لآر، أنا بس بكتبهم بعبر بيها عن كل الأعداد. يبقى لازم تكون مفتوحة عشان هما لا ينتموا لآر، لازم تكون مفتوحة عن السالب ما نهاية وعند الموجب ما نهاية. وده دايما في أي فترة فيها موجب ما نهاية أو فيها سالب ما نهاية لازم تكون مفتوحة عند الرمزين دول. أي فترة فيها موجب ما نهاية أو فيها سالب ما نهاية لازم تكون مفتوحة عند العددين دول. يبقى R بتساوي من سالب ما نهاية لغاية موجب ما لا نهاية. السالب أصغر ولا الموجب أكبر؟ لا، السالب دايما أصغر من أي عدد موجب، يبقى نحط السالب على الشمال والموجب على اليمين. السالب ما نهاية تتكتب في بداية الفترة والموجب ما نهاية تتكتب في نهاية الفترة. طيب أول حاجة بيقول لي اكتب على صورة فترة ومثل على خط الأعداد. أول حاجة مجموعة الأعداد الحقيقية، إحنا لسه بنقول مجموعة الأعداد الحقيقية يعني من سالب ما لا نهاية لغاية موجب ما لا نهاية. طيب السالب ما نهاية مفتوح ولا مغلق؟ الفترة مفتوحة، والموجب ما نهاية الفترة مفتوحة. يبقى كده احنا مثلناها أو عملناها بصورة فترة. همثلها على خط الأعداد إزاي؟ هعمل خط أعداد ومعليش ولا عدد، هنا سهم كده والسهم متجه كده إلى ما نهاية. السهم ده معناها ماشي كده لما لا نهايه، والسهم كده معناها ماشي لما لا نهايه. يبقى دي مجموعه الحقيقيات. طب عايز مجموعه الاعداد الحقيقيه الموجبه، وركز معايا هنا. مجموعه الاعداد الحقيقيه الموجبه اي عدد بعد الصفر، اي عدد بعد الصفر على اليمين يبقى موجب. طب يعني نبدا من اول واحده يا مستر؟ لا. طب ما في النص قبل الواحد. يعني نبدا من النص يا مستر؟ لا. طب ما في الواحد من 10 قبل النص. يعني نبدأ من 1 من 10، نبدأ من كام؟ قال لي ابدأ من الصفر لغاية موجب ما لا نهاية. دي هم كلهم أعداد موجبة. الله، الصفر مش موجب يا مستر، يبقى نخلي الفترة مفتوحة ناحيته. يبقى الفترة المفتوحة من صفر لغاية موجب ما نهاية. طيب موجب ما نهاية ده مغلق ولا مفتوح؟ يا حبيبي أي رمز من الرمزين اللي قلت لك عليهم دايما الفترة مفتوحة ناحيته. يبقى ده الفترة المفتوحة من صفر لموجب ما نهاية هو جميع الأعداد الموجبة. عايزه مثال على خط الاعداد. ادي خط الاعداد عندي اهو، نعمل هنا صفر ومش هعمل عدد تاني. الصفر مفتوح ولا مغلق؟ مفتوح يا مستر. يبقى نعمل دايره وما نظللهاش، واعمل سهم كده، سهم مش لغايه عدد معين، واظلل كل اللي ما بينهم. دي الفتره المفتوحه من صفر لموجب ما لا نهايه. طيب عاوز مجموعه الاعداد الحقيقيه السالبه، عايز اعبر عنها بصوره فتره. اي عدد اقل من الصفر يبقى عدد سالب يا مستر، زي ما شرحنا فوق. انا ما اعرفش مين العدد اللي اقل من صفر على طول، فنكتب من سالب ما لا نهايه لغايه الصفر. السالب ما نهايه احنا عارفينها مفتوح. الصفر ده مغلق ولا مفتوح؟ هو عايز الاعداد السالبه. الاعداد السالبه دي فيهم صفر؟ لا ما فيهمش صفر. الصفر ده لا موجب ولا سالب، يبقى كمان ناحيه الصفر مفتوحه. يبقى الفتره المفتوحه من سالب ما نهايه لغايه صفر. عشان امثلها على خط الاعداد، خط الاعداد اهو في النص هنا الصفر. انا عاوز السالب يبقى من اول الصفر الى سالب ما نهايه بالشكل ده ناحيه الشمال،
الصفر تبعنا ولا مش تبعنا؟ لا مش تبعنا، يبقى دايره مفتوحه ونظلل كل اللي ما بينهم. طيب حلو السؤال ده. مجموعه الاعداد الحقيقيه غير الموجبه، هو تفرق كلمه السالبه تختلف عن غير الموجبه؟ تختلف. ازاي يعني؟ ما غير السالبه يعني الموجبه؟ لا، الموجبه كلمه السالبه، اقصد كلمه السالبه معناها السالبه فقط وما خدش معاهم الصفر. لكن كلمه غير الموجبه يعني اي عدد مش موجب، فينفع يبقى سالب وينفع يبقى صفر. فيبقى مجموعه الاعداد الحقيقيه غير الموجبه دي باخد من اول سالب ما لا نهايه لغايه الصفر. السالب ما نهايه دايما الفتره مفتوحه. طب الصفر، هو الصفر موجب ولا مش موجب؟ لا مش موجب، يبقى تبعنا، يبقى الفتره مغلقه ناحيه الصفر. يبقى الفتره نصف المغلقه من سالب ما نهايه لغايه الصفر. وعرفنا ازاي نمثلها على خط الاعداد. الصفر مغلق فدايره ونظللها ونظلل كل اللي ما بينهم ونحط هنا سهم. طيب السؤال اللي بعده شبهه بالظبط. مجموعه الاعداد الحقيقيه غير السالبه. يعني ايه غير سالبه؟ غير سالبه يعني موجب ينفع وصفر ينفع. لما قال لي الموجبه زمان ما كناش بناخد الصفر، لكن قال لي غير السالبه يبقى ناخد الصفر. يبقى من اول صفر لغايه موجب ما لا نهايه. الصفر سالب ولا مش سالب؟ مش سالب، يبقى تبعنا مغلقه، والموجب منها دايما مفتوحه وينفع نمثلها على خط الاعداد. ورجعنا تاني للموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. هنا هو بيقول لي جايب لي فترات في صوره مجموعه بطريقه الصفه المميزه، وبيقول لي اكتبها في صوره فتره ومثلها على خط الاعداد. بيقول لي هنا اهو A بتساوي X بحيث الإكس تنتمي لR وإكس أكبر من أو يساوي 3. الله، إكس أكبر من أو يساوي 3 لحد كام يا مستر؟ أيوه، لو أنا قلت لك عاوز أعداد أكبر من 3 يبقى لحد كام يا حبيبي؟ 4 5 6 لغاية كام؟ 10 ينفع؟ يعني 100 ما ينفعش؟ ينفع. طب 1000؟ أي عدد أكبر من 3 ينفع، يبقى لغاية موجب ما لا نهاية. يبقى الأول هنكتب من صفر لغاية موجب ما لا نهاية. الموجب ما نهاية دايما مفتوحة. الصفر هنا التلاتة أقصد، هو قال لي من 3 لغاية موجب ما نهاية. من 3 لغاية موجب ما نهاية. التلاتة هنا عندها أو يساوي ولا ما عندهاش؟ عندها أو يساوي يا مستر، يبقى تبعنا إكس زي ما شرحنا. طالما عندي أو يساوي الفترة المغلقة من ناحية 3 ومفتوحة من ناحية موجب ما نهاية، عشان مساء على خط الأعداد من 3 لغاية موجب ما نهاية. 3 مغلقة يبقى نعمل دايرة مظللة. مسألة تانية زي البي، الفترة بي بتساوي اكس بحيث الاكس ده ينتمي لار والاكس اقل من 2. يعني ايه اقل من 2 يا مستر؟ يعني 2 1 0 والسوالب كلهم اي عدد اقل من 2. ايوه اقل من 2 لحد كام؟ ما قاليش لحد كام، يبقى لغايه سالب ما لا نهايه. يبقى من سالب ما لا نهايه لغايه العدد 2. من سالب ما نهايه انا حافظها وعارفها وفاهمها. فتره مفتوحه. ليه فترة مفتوحة؟ عشان سبب من هذا ما ينتميش الآر. طب الاثنين، قال لي الاثنين في المجموعة اللي هو جايبها لك دي فيها أو يساوي ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش يا مستر، يبقى نعمل الاثنين مفتوحة. وعشان أمثلها على خط الأعداد، خط الأعداد أهو والعدد 2 أهو دايرة، الفترة مفتوحة يبقى ما ظللهاش إلى سالب ما نهاية وأعمل سهم كده وأظلل كل المسافة دي. يبقى دي معناها الفترة المفتوحة من 2 إلى سالب ما لا نهاية. طب أقل من 4 نفس الحكاية. طب أكبر من 0 نفس الحكاية. طب أكبر من سالب 1 نفس الموضوع. نحل المسألة دي. اكتب على صورة فترة ومثل على خط الأعداد. A بتساوي المجموعة X بحيث الإكس تنتمي لR، والجملة دي قلنا معناها أي عدد بحيث العدد ده ينتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية. وإكس أقل من أو يساوي 2 نفس الحكاية. أقل من 2 إلى سالب ما نهاية يبقى نكتب سالب ما لا نهاية ونكتب 2. السالب ما نهاية دايما الفترة مفتوحة. طب والاثنين؟ الاثنين فيها أو يساوي هنا يبقى الفترة مغلقة. عشان أمثلها على خط الأعداد همثل خط الأعداد كده. هنا الاثنين فترة مغلقة يبقى نعمل دايرة ونظللها إلى سالب ما نهاية، يبقى نمشي ناحية الشمال ونعمل سهم معناها إلى سالب ما نهاية ونظلل كل المسافة دي، وكده مثلناها على خط الأعداد. الجزء الثاني والمهم. في الجزء الأول
احنا عرفنا يعني فترة، وعرفنا ايه الفرق بين الفترة والمجموعة، وعرفنا ازاي نمثل الفترة على خط الأعداد أو نكتبها في صورة مجموعة، أو لو هي مجموعة ازاي نكتبها في صورة فترة. الجزء الثاني اسمه العمليات على الفترات. احنا متعودين طول عمرنا أول ما بقول عمليات في الجبر ما بفتكرش غير 4 عمليات بس، اللي هم الزائد والناقص والفي والعلى. الجمع والطرح والضرب والقسمة، دول 4 العمليات عندنا في الجبر. بس كمان كنا بناخد في الإحصاء زي ما خدنا في أولى إعدادي زمان في 4 عمليات تانيين، وهم ال4 دول اللي بنستخدمهم في الفترات. يبقى أول ما أقول لك عمليات في الفترات أو في المجموعات مش هفتكر ال4 دول خالص، أنا هفتكر 4 غيرهم اللي هم، حد كده يفكرني، الرمز ده بتاع إيه؟ والرمز ده بتاع إيه؟ والرمز ده اسمه إيه؟ والرمز ده اسمه إيه؟ أنا عاوز أسمع. أول رمز ده اسمه اتحاد، واتحاد يعني بضم كل الحاجات اللي معايا، باخد الفترة الأولى ومعاها كل الفترة التانية. طب أما الرمز ده؟ الرمز ده معناه أو بيتقري تقاطع، وتقاطع معناها إيه الأجزاء أو إيه الأعداد أو إيه الجزء المشترك بين الفترة الأولى والفترة التانية. يبقى تقاطع معناها المشترك اللي بيتكرر في الفترتين. طب دي ناقص؟ لا، هي ناقص صح وسالب صح، اللي فيكم قال سالب، بس لما بتيجي بين فترتين أو بين مجموعتين بنقراها فرق. يبقى أول واحدة اتحاد، ثاني واحدة تقاطع، ثالث واحدة الفرق بين فترتين. وفي الفرق بالذات لازم نميز بين الفترة اللي قبلها والفترة اللي بعدها. ليه؟ عشان كلمة فرق معناها ايه اللي موجود في الفترة الأولى ومش موجود في الفترة الثانية. لما بنيجي بقى هنمثلهم على خط العدد بعد شوية، هنمثل فترتين، هنمثل فترة فوق وفترة تحت. فكلمة فرق معناها ايه اللي موجود فوق ومش موجود تحت، ايه الاعداد اللي موجودة في الفترة اللي فوق خط الاعداد وفي نفس الوقت مش موجودة في الفترة اللي تحت. طيب كلمة او العلامة دي معناها ايه؟ مكملة. مكملة الفترة يعني ايه الحاجات اللي مش موجودة في الفترة ايا كانت في الفترة التانية او لا، المهم مش موجودة في الفترة اللي تحت الفرق. وهناخد حاجة اسمها الفترة الشاملة بعد شوية. قبل ما نبدأ في ده او ده لازم نفهم شكل فين، عشان انا همثل لك دلوقتي كل المجموعات بشكل فين. لو عندي مجموعة شاملة، المجموعة الكبيرة أوي اللي عندي اللي هي اسمها يو، دي المستطيل الكبير ده كله اسمه يو أو فترة شاملة. جواها فترتين، فترة اسمها إكس وفترة اسمها واي، فترة أو مجموعة قلنا مفيش مشكلة، عشان هنا أكتر من عدد يبقى ما ينفعش فترة هي مجموعة. المجموعة إكس والمجموعة واي. لو قلت لك إكس اتحاد واي يبقى خد لي كل اللي في إكس وكل اللي في واي وحطهم لي مع بعض. خلي بالك الاتنين دي موجودة في الإكس وموجودة في الواي، بس ما اكتبهاش مرتين، اكتبها مرة واحدة. ونفس الموضوع التلاتة موجودة في الإكس وموجودة في الواي، هنكتبها مرة واحدة. يبقى 1 و2 و3 و4 و5 دول هم إكس اتحاد واي. طب لو قلت لك إكس تقاطع واي، يعني تقاطع قلت يا مستر تقاطع يعني المشترك فقط، يعني اللي موجود في إكس وفي نفس الوقت موجود في واي. يبقى هنا اهو الفترتين دول هم نفس او المجموعتين دول هم نفسهم المجموعتين دول. ايه اللي بيتكرر في اكس وواي؟ قال الاثنين والثلاثه. يبقى اكس تقاطع واي بتساوي المجموعه 2 و3 فقط. طب العلامه دي قلنا فرق. يعني فرق يعني ايه اللي موجود في اكس ومش موجود في واي. وخلي بالك انا هنا بقرا انجلش، يبقى اقراها من الشمال اكس فرق الواي، يعني موجود في اكس ومش موجود في واي، عشان لو قريتها واي فرق الاكس الموضوع هيختلف تماما. واي فرق الاكس يعني ايه اللي موجود في واي ومش موجود في اكس، لكن اكس فرق واي يعني اللي موجود في اكس ومش موجود في واي. هنا احنا هنقرا من الشمال، يبقى اكس فرق الواي اللي موجود في اكس ومش موجود في واي. شكل فين قدامي اهو، يو المجموعه الشامله جواها اكس وواي. ايه اللي موجود في اكس؟ قال الموجود في اكس 2 و3 و4 و5. لا،
انا عايز اللي موجود في اكس ومش موجود في واي. يبقى هنشيل الاثنين والثلاثه عشان موجودين في واي. يبقى اللي موجود في اكس ومش موجود في واي هو الاربعه والخمسه. اكس فرق الواي بتساوي المجموعه 4 و5. اخر موضوع عندي المكمله. اكس مكمله او مكمله اكس، ودي معناها خد لي كل العناصر البعيده عن اكس. انا مش عايز اخد اكس اللي هو هنا اهو زي ما معمول في شكل فين اهو. ده شكل فين، نفس شكل فين هو يو المجموعه الشامله، ودي اكس ودي واي، وخلي بالك في عدد بره الاكس وواي هما الاثنين. انا ماليش دعوه، انا باخد كل اللي قابلني بس بعيد عن اكس. فاحنا شطبنا عن اكس خالص اهي. ايه اللي موجود بره اكس؟ الواحد والسته بس. يبقى اكس مكمله بتساوي العناصر او المجموعه 1 و6. خلي بالك كده معايا مع شويه ملاحظات بسيطه. هنا بيقول لي المجموعه 3 اتحاد الفتره نصف المغلقه 3 و5. ماليش دعوه بتاعت دلوقتي خالص. الفتره نصف المغلقه 3 و5 هل فيها 3؟ يعني مش عارف. الثلاثه الفتره عندها مفتوحه ولا مغلقه؟ مفتوحه يا مستر، يبقى 3 مش تبعنا. يبقى الفتره دي ما فيهاش الثلاثه اصلا. انا هضيف لها عشان دي اتحاد العدد 3، هضيف لها 3 يبقى الثلاثه تبقى ايه؟ تبعنا. يبقى تبقى الفتره مغلقه 3 و5. نفس الحكايه المجموعه 2 اتحاد الفتره المفتوحه 2 و7. الفتره المفتوحه 2 و7 فيها 2؟ لا ما فيهاش 2. طب فيها 7؟ لا ما فيهاش ال7. طب انا هضيف لها مين؟ هضيف لها الاثنين بس ولا 2 وال7؟ الاثنين بس يا مستر. يبقى الفتره دي هتبقى مغلقه من ناحيه الاثنين ومفتوحه زي ما هي من ناحيه ال7. الله، امال اللي فوق منها قفلناها ناحيه ال5؟ لا احنا ما قفلناش يا حبيبي، هي مقفوله من الاول. هي ال5 متابعنا من الاول فاحنا ما قفلناش حاجه. طيب هنا اهو المجموعه -4 اتحاد الفتره من سالب ما نهايه لغايه -4. الاول -4 تبعنا؟ لا مش تبعنا، مفتوحه اهي، والسالب ما هي طبيعي مش تبعنا. طب انا اضيف لها مين؟ -4 يبقى الفتره تتغلق من ناحيه -4. يبقى الفتره نصف المغلقه من سالب ما نهايه لغايه -4. 5 اتحاد من 1 لغايه 7. الواحد تبعنا والسبعه تبعنا او مش تبعنا. اللي في النص من ال5 تبعنا ولا مش تبعنا؟ قال لي ال5 تبعنا يا مستر. اوريدي انا هضيفها، ما هي كده كده موجوده، يبقى مش هنغير حاجه، هي الفتره المغلقه 1 و7 عشان هي اوريدي جواها ال5. طيب الفتره المغلقه 3 و7 فرق ال3. يعني فرق، يعني هشيل منها ال3. يعني انا عاوز كل اللي موجود في الفتره دي بس ال3 مش عايزها. طب هي اصلا ال3 تبعنا؟ ال3 تبعنا الفتره المغلقه اهي، يبقى هفتحها عشان اشيل ال3. يبقى الفتره مفتوحه من ناحيه 3 ومغلقه زي ما هي من ناحيه ال7. هنا مغلقه من ناحيه 2 زي ما هي ونفتحها من ناحيه ال5. ركز في اللي جاي. الفتره المفتوحه 1 و7 تقاطع، عشان ما نتلخبطش بين الحاجات. اللي فوق اسمها اتحاد، اللي تحت اسمها تقاطع. تقاطع المجموعه 7. الفتره 1 و7 فيها 7 اصلا؟ لا دي فتره مفتوحه يا مستر ما فيهاش ال7. طيب يبقى ايه المشترك بين هنا وهنا؟ المجموعه 7 يعني عدد 7 بس. في ايه المشترك؟ مفيش حاجه مشتركه. المجموعه 7 ما فيهاش غير ال7 وال7 مش موجوده في الفتره، يبقى التقاطع بيساوي فاي. الفتره المغلقه 2 و9 فرق المجموعه 2 و9. الفتره دي الاثنين تبعنا والتسعه تبعنا بس احنا هنشيلهم، يبقى تبقى الفتره المفتوحه من 2 لغايه 9. الله، طب هو ايه الفرق بين دي ودي؟ دي كل الاعداد من 2 لغايه 7 بس الاثنين من 2 لغايه 9 بس الاثنين و9 معانا. لكن الفتره المفتوحه 2 و9 يعني فيها كل الاعداد من 2 لغايه 9 بس لا الاثنين معانا ولا التسعه معانا عشان احنا شلناهم في الفرق. الفتره المغلقه 1 و7 فرق الفتره المفتوحه 1 و7. يعني الفتره من 1 ل7 يعني كل الاعداد اللي ما بين 1 و7 بما فيهم الواحد وما فيهم ال7 عشان مغلقه. هنشيل كل الاعداد اللي ما بين 1 و7 بس العدد 1 مش هنشيله ده مفتوحه، والعدد 7 مش هنشيله ده مفتوح برضو اهو. يبقى انا هشيل كل الاعداد ما هسيبش غير الواحد والسبعه بس، يعني اللي ما بينهم ما بقاش تبعنا خلاص. يبقى فتره ولا مجموعه؟ ده 1 و7 فقط ما فيش حاجه ما بينهم، يبقى المجموعه 1 و7. طيب بعد كده هنتعلم ازاي نجيب الاتحاد او التقاطع او الفرق او المكمله بس بالاستعانه بخط الاعداد.
يعني ايه؟ يعني بيقول لي اوجد مستعينا بخط الاعداد الفتره نصف المغلقه من سالب 3 لغايه 5 اتحاد الفتره المفتوحه 2 لغايه 7. الاول هنمثل خط الاعداد، هشوف حته فاضيه كده اهو ونمثل تاني خط الاعداد اهو، خط الاعداد اهو باللون الاحمر اهو، ده خط الاعداد بتاعنا. انا عندي الفتره بتقول او الاولى همثلها فوق والفتره الثانيه همثلها تحت على نفس خط الاعداد. الفتره الاولى من سالب 3 لغايه 5، السالب 3 هنا اهو والخمسه هنا اهو. السالب 3 مغلقه ولا مفتوحه؟ مغلقه، يبقى هنعمل دايره ونظللها، والخمسه مفتوحه يبقى هنعمل دايره واسيبها مفتوحه ما اظللهاش واوصل اللي ما بينهم اهو ونظلل كل اللي ما بينهم بالشكل ده. دي الفتره الاولى على نفس خط الاعداد، وهنمثل الفتره الثانيه بس تحت خط الاعداد. بيقول لي من 2 لغايه 7، لازم اركز وافهم كويس هي فين الاثنين وفين السبعه على خط الاعداد. الاثنين هنا ما بين السالب 3 والخمسه هعمل 2. طب والسبعه اكبر من الخمسه يبقى السبعه هنا اهو. الاثنين مفتوحه والسبعه مفتوحه يبقى في الاثنين هعمل دايره مفتوحه ما اظللهاش، والسبعه هعمل دايره مفتوحه ما اظللهاش واوصل ما بينهم واظلل كل الدنيا كده اهو. انا مثلت كل الفترتين كده. هو عايز ايه؟ هو عايز اتحاد ولا عايز مكمله ولا عايز تقاطع ولا عايز فرق؟ هو عايز اتحاد. يعني خد من اول اصغر عدد لغايه اكبر عدد، من اول السالب 3. بس السالب 3 تبعنا ولا مش تبعنا؟ متظلله اهي تبعنا. طب والسبعه اللي هو اكبر عدد؟ لا دي مفتوحه، يبقى بتساوي الفتره من سالب 3 مغلقه لغايه 7 مفتوحه، والمساله خلصت. عاوز احل واحده تانيه زي ايه؟ الفتره نصف المغلقه 2 و6 اتحاد الفتره المغلقه 1 و4. انا قلت هعمل خط اعداد واحد بس اهو، خط اعداد. اصغر عدد في الليله دي مين؟ الواحد، يبقى في الاول هنا في 1 وبعد منه 2 وبعد منه 4 وبعد منه 6. دول الاربع اعداد اللي موجودين في الفترتين عندي. الفتره الاولى همثلها فوق من 2 لغايه 6. الاثنين مغلقه ولا مفتوحه؟ مغلقه، يبقى نعمل دايره ونظللها. والسته مفتوحه نعملها فوق بس مش هنظللها، هوصل ما بينهم بالشكل ده وهظلل كل اللي ما بينهم. تمام، حلوين قوي. الفتره الثانيه ماليش دعوه هي اتحاد ولا فرق، انا كل مره هعمل الفتره الاولى فوق والفتره الثانيه تحت. الفتره الثانيه من 1 لغايه 4، الواحد مغلق ولا مفتوح؟ لا مغلقه، يبقى نعمل دايره ونظللها. والاربعه مغلقه نعمل دايره ونظللها، وهوصل ما بين الواحد والاربعه وهظلل كل اللي ما بينهم تحت. هو عايز اتحاد ولا تقاطع؟ اتحاد، يبقى هاخد من اصغر عدد لغايه اكبر عدد، من اصغر عدد اللي هو الواحد لغايه اكبر عدد اللي هو السته، ومفيش حاجه فاضيه في النص عشان نقول له ما عدا الجزء ده. يعني كل الجزء ده متظلل. الواحد ده متظلل معانا يبقى تبعنا، مش السته متظلل معانا لا يبقى مش تبعنا، يبقى بتساوي الفتره نصف المغلقه من 1 لغايه 6. نعرف نحل اللي بعده. طيب ايوه خلينا في التقاطع، حلوه قوي، ونشرح مثال وبعدين نرجع للاولاني ده. الفتره المغلقه 0 و3 تقاطع الفتره المغلقه سالب 2 و4. الاول احنا قلنا مالناش دعوه بتقاطع ولا اتحاد، انا هعمل خط اعداد، ادي خط الاعداد بتاعنا، وهمثل الاربع اعداد اللي عندي. اصغر عدد السالب 2 وبعد منه الصفر وبعد منه الثلاثه وبعد منهم الاربعه بالترتيب من الصغير للكبير. الفتره الاولى هعملها فوق 0 و3، يبقى من اول الصفر، والصفر الفتره مغلقه يبقى نعمل دايره ونظللها لغايه الثلاثه، يبقى دايره فوق ونظللها عشان الثلاثه مغلقه، واوصل ما بينهم واظلل بالشكل ده. تمام. التقاطع مالناش دعوه بيه. الفتره الثانيه من سالب 2 لغايه 4، برضو السالب 2 مغلقه يبقى نعمل دايره تحت ونظللها، والاربعه مغلقه نعمل دايره تحت ونظللها ونظلل كل اللي ما بينهم. تمام، حلو الكلام. تقاطع، نرجع لموضوعنا. تقاطع ولا اتحاد ولا هتنام ولا ايه الحكايه؟ ده تقاطع، يبقى التقاطع بتاعنا
هيبقى من او الجزء المشترك تقاطع عن الجزء المشترك. انت بص في الرسمه، ايه الجزء اللي متظلل فوق ومتظلل تحت في نفس الوقت؟ قلت لي من اول الصفر لغايه الثلاثه يا مستر هو الجزء اللي متكرر. من اول صفر لغايه ثلاثه الصفر موجود فوق، ايوه يا مستر متظلل فوق ومتظلل تحت ومتظلل تحت، يبقى الصفر الفتره فيه مغلقه. انا عايز اللي موجود فوق وموجود تحت في التقاطع، عايز المشترك. فهو لو موجود فوق ومش موجود تحت يبقى مش تبعنا هفتحها، ولو موجود تحت ومش موجود فوق يبقى مش تبعنا هفتحها برضه. عشان تبقى الفتره مغلقه لازم يكون موجود فوق وموجود تحت في نفس الوقت. التلاته موجوده فوق وموجوده تحت، الصفر والتلاته يبقى هما الاثنين فتره مغلقه من صفر لغايه تلاته. المثال المحلول ده اهو 2 و7 فتره نصف مغلقه. تقاطع الفتره المغلقه 1 و5 نفس الحكايه، هعمل خط الاعداد بالترتيب، اول واحد 1 وبعده 2 وبعد منه 5 وبعد منه 7. الفتره الاولى من 2 لغايه 7 الاثنين مغلقه والسبعه مفتوحه، وهوصلهم وهظلل كل اللي ما بينهم. تمام. الفتره الثانيه من 1 لغايه 5 الواحد مغلقه دايره وظللها تحت، والخمسه مغلقه دايره وظللها تحت، واوصلهم واظلل كل اللي ما بينهم. هنا عاوز تقاطع. تقاطع يعني يا مستر يعني الجزء اللي بيتكرر فوق وتحت. حلو، يبقى من اول 2 لغايه 5 الاثنين متظلله فوق، ايوه متظلله فوق، والخمسه متظلله فوق متظلله فوق. طب وتحت الاثنين والخمسه متظللين، يبقى الفتره المغلقه من 2 لغايه 5. الموضوع سهل وبسيط بس عاوز ناس صاحيه ومركزه. نشوف الفرق. يعني ايه فرق ومثال عليه. اول حاجه الفتره نصف المغلقه 3 و6، فرق الفتره نصف المغلقه 5 و7. اول حاجه هنعمل خط الاعداد ونظلل الفتره الاولى فوق والفتره الثانيه تحت. الفتره الاولى قبل ما نظلل ونعمل الفترات نرتب الاعداد. 3 الاول اصغر عدد، وبعد منه ال5، وبعد منه ال6، وبعد منه ال7. دول ترتيب الاربع الاعداد اللي عندي في الفترتين. الفتره الاولى من فوق من 3 لغايه 6. الثلاثه مغلقه ولا مفتوحه؟ الثلاثه مغلقه يا مستر، يبقى نعمل دايره ونظللها. طيب السته مغلقه ولا مفتوحه؟ مفتوحه يا مستر، يبقى نعمل دايره فوق وما نظللهاش، واوصل ما بينهم واظلل كل المسافه اللي في النص. طب الفتره الثانيه من 5 مغلقه يبقى تحت 5 ونظللها لغايه 7 مفتوحه، نعمل دايره وما نظللهاش، وبعد كده هوصل ما بينهم واظلل كل المسافه اللي في النص. انا عاوز هنا فرق، خلي بالك احنا في كل مره بنعمل فتره فوق وفتره تحت بنفس الخطوات، فرق تقاطع اتحاد بنعمل نفس الخطوات، وبعد كده نبص هنا ده فرق. يعني ايه فرق؟ يعني انا عاوز الجزء اللي متظلل من الفتره الاولى متظلل فوق بس مش متظلل تحت. فرق يعني موجود في الفتره الاولى ومش موجود في الفتره الثانيه. في الرسمه دي ايه اللي متظلل فوق ومش متظلل تحت؟ قال لي الجزء من اول 3 لغايه 5. من 3 لغايه 5 دول موجودين فوق اللي بالاصفر ده ومفيش حاجه متظلله تحت، يبقى هنكتب 3 و5 ونركز. انا عايز اللي فوق بس. التلاته موجوده فوق الحمد لله تبعنا، موجوده تحت لا، يبقى الفتره مغلقه عشان هي موجوده فوق بس. طب الخمسه موجوده فوق موجوده تحت؟ قال لي ايوه الخمسه متظلله تحت اهي، يبقى الخمسه مش عايزها، انا عايز اللي موجود فوق ومش موجود تحت. الخمسه موجوده تحت يبقى مش عايزها، يبقى نعملها مفتوحه تحت. يبقى الفتره المغلقه 3 لغايه الخمسه مفتوحه، الفتره نصف المغلقه 3 و5. مساله ثانيه عشان مش فاهمين قوي يا مستر. الفتره نصف المغلقه من سالب ما لا نهايه لغايه 6، فرق الفتره من 4 لغايه موجب ما لا نهايه. في حته فاضل نحل فيها من اول وجديد اهو، وسيبنا من الحل ده خالص. اول نرتب الاعداد، سالب ما لا نهايه هم اصغر عدد واكبر، وموجب ما لا نهايه اكبر عدد، يبقى انا ما عنديش غير 4 و6. هنا الاربعه وهنا ال6. اول فتره هنمثلها من فوق من سالب ما لا نهايه لغايه ال6، يبقى ال6 مغلقه ولا مفتوحه يا مستر؟ مغلقه، يبقى نعمل دايره فوق هنا اهو ونظللها كلها بالشكل ده. ده ال6. وسالب ما لا نهايه يبقى ماشيه ناحيه الشمال وهظلل كل اللي تحت منهم بالشكل ده. الفتره الثانيه من 4 لغايه موجب ما نهايه همثلها تحت خط الاعداد. الاربعه يا مستر الفتره مغلقه ولا مفتوحه؟ الفتره مفتوحه، يبقى نعمل دايره ونسيبها ما نظللهاش
لغايه موجب ما نهايه يبقى نمشي ناحيه اليمين الى موجب ما نهايه ونظلل الجزء ده كده. انا عاوز فرق ولا تقاطع ولا اتحاد؟ انا عاوز فرق. يعني ايه المتظلل فوق ومش متظلل تحت؟ قال لي من 4 لغايه سالب ما نهايه، او من سالب ما نهايه لغايه 4. اكتبهم من سالب ما نهايه لغايه ل4. السالب ما نهايه حفظنا من زمان انها فتره مفتوحه، او الفتره مفتوحه عند السالب ما لا نهايه. طيب عند الاربعه ايه؟ الاربعه موجوده فوق، انا عايز اللي فوق بس مش عايز اللي فوق وتحت. الاربعه موجوده فوق يا مستر، طب موجوده تحت؟ لا، يبقى تبعنا. يبقى الفتره نصف المغلقه من سالب ما نهايه لغايه 4. طيب الفتره من سالب 8 لغايه 5، فرق من 2 لغايه موجب ما نهايه. هعتبرها لك دي هوم وورك، تابع الهوم وورك تحلها مع نفسك بعد شويه، ولو ما عرفتش بقى بقول لي. رقم 11 عشان اول مره ناخد مكمله. الفتره من سالب ما نهايه لغايه 3 مكمله. يعني ايه مكمله؟ انت نسيت اللي مش موجود الفتره دي. يعني ايه اللي مش موجود يا مستر؟ يعني عشان احل هعمل خط الاعداد من سالب ما نهايه، يعني من اول السوالب لغايه 3. الثلاثه هنا اهو، الثلاثه مفتوحه ولا مغلقه؟ مفتوحه، يبقى نعمل دايره وما نظللهاش ونعمل كده اهو. تمام، هي فتره واحده بس اللي تحت المكمله. فين اللي مش موجود فيها؟ قال اللي مش موجود من اول 3 لغايه موجب ما نهايه. الثلاثه موجوده في الفتره دي ولا مش موجوده؟ قال لي مش موجوده، الدايره مفتوحه اهي، تبقى تبعنا احنا، تبع اللي مش موجود فيها. يعني يبقى الثلاثه مغلقه لغايه موجب ما لا نهايه، والمساله خلصت. وزيها من سالب ما نهايه لغايه 4. بس خلي بالك الاربعه هنا تبعنا، يعني من سالب ما نهايه لغايه 4 الاربعه مغلقه، يبقى الاربعه تبع الفتره مكمله. انا مش عايز اللي موجود تبع الفتره، يبقى انا هاخد الباقي، بس الاربعه مش تبعنا من 4 لغايه موجب ما نهايه. بس الاربعه موجوده مفتوحه عشان موجوده في الفتره الاولانيه، يبقى الفتره المفتوحه من 4 لغايه موجب ما نهايه. هنا بيقول لي جايب لي فترتين، فتره اسمها اكس وفتره اسمها واي. اوجد مستعين بخط الاعداد اكس تقاطع واي، واكس اتحاد واي، واكس فرق الواي، وواي فرق الاكس. طيب انا عايز الثلاثه، انا عايز الثلاث حاجات دول او الاربع حاجات دول من خط اعداد واحد. انا همثل خط الاعداد. الاربع اعداد اللي عندي اصغر عدد سالب 3، بعد منه 0، بعد منه 2، بعد منه 4. الفتره الاولى اللي هي اكس من سالب 3 مفتوحه ما ظللناهاش لغايه الاثنين مغلقه، دي الفتره اللي باللون الازرق. من تحت الفتره واي من 0 لغايه 4، دي فتره الصفر مغلق والاربعه مغلق، دي الفتره المظلله باللون الاحمر. اول حاجه انا عايز ايه؟ تقاطع يا مستر. اللي تحت دي اسمها تقاطع. يعني ايه تقاطع؟ يعني الاجزاء المشتركه. الاجزاء المشتركه الازرق والاحمر. ايه اللي متكرر من الازرق والاحمر؟ قال لي من اول الصفر لغايه الاثنين. طب الصفر موجود في الاثنين؟ ايوه، يبقى تبعنا. طب الاربعه موجوده في الاثنين؟ ايوه، يبقى تبعنا. يبقى من اول صفر لغايه الاثنين فتره مغلقه، دي التقاطع بتاعتنا. تاني حاجه انا عاوز مين؟ قال لي الاتحاد. يعني اتحاد يا مستر؟ يعني كل اللي متظلل، سواء متظلل فوق بس او متظلل تحت بس او متكرر، انا هاخده كل المتظلل ده الاتحاد. يبقى من اول سالب 3 لغايه الاربعه. طب السالب 3 متظلله؟ لا، يبقى السالب 3 مفتوح. طب والاربعه متظلله يبقى مغلقه، يبقى الفتره من سالب 3 لغايه 4 مفتوحه عند السالب 3 ومغلقه ناحيه الاربعه. انا بعد كده عاوز مين؟ اكس فرق الواي، ونركز الفرق ما بين الاثنين دول، اكس فرق الواي وواي فرق الاكس، وصح صح ومحدش ينام. ماشي؟ اكس فرق الواي، يعني ايه اكس فرق الواي؟ اللي موجود فوق اللي متظلل بالازرق ومش موجود تحت، يعني مش متظلل بالاحمر. فاحنا لقينا الجزء ده هو اللي متظلل بالازرق ومش متظلل بالاحمر. يعني من كام لغايه كام يا مستر؟ من سالب 3 لغايه الصفر. السالب 3 مش متظلل بالازرق، يبقى نفتحها نعمل فتره مفتوحه عند السالب 3. طب الصفر متظلل بالازرق بس كمان متظلل بالاحمر، انا مش عايز اللي متظلل بالاحمر، يبقى الصفر كمان مفتوح عشان هو متظلل بالاحمر. يبقى الفتره من سالب 3 لغايه صفر هي اكس فرق الواي، والفتره كلها مفتوحه. طيب الواي فرق الاكس. الواي فرق الاكس هو عكس الاكس فرق الواي. يعني ايه اللي متظلل بالاحمر ومش متظلل بالازرق؟ تاني، واي فرق الاكس غير اكس فرق الواي. واي فرق الاكس، الواي خلي بالك هي الفتره اللي تحت، فيبقى ايه اللي موجود تحت ومش موجود فوق؟ فالجزء ده هو اللي متظلل تحت ومش متظلل فوق. من كام لغايه كام يا مستر؟ من 2 لغايه 4.
بس الاتنين موجودة فوق مش عايزها. الأربعة لا مش موجودة فوق يبقى أنا عايزها. يبقى الفترة من 2 لغاية 4 مفتوحة من ناحية الاتنين ومغلقة من ناحية الأربعة. ده حل السؤال بتاعنا، وكلهم جبناهم من خط أعداد واحد. طالما نفس الفترات يبقى خط أعداد واحد. مسألة أهي نفس المثال اللي فوق هنحلها مع بعض. x تساوي الفترة المغلقة 2 و7 وy بتساوي الفترة المغلقة 0 و4. أوجد مستعيدا بخط الأعداد الأربع فترات دول. أنا أول حاجة هعملها همثل خط الأعداد أو هرسم خط الأعداد بخط الأعداد بتاعنا. هرتب الأربع أعداد بتوعنا. أصغر عدد هو 0 وبعد منه 2 وبعد منه 4 وبعد منه 7. دول الأربع أعداد اللي موجودين في الفترتين. طيب الفترة اللي فوق اللي هي x من 2 لغاية 7 الاتنين مغلقة. أيوه الاتنين مغلقة. الاتنين مغلقة. نرجع الخط الأعداد زي ما كان. الاتنين مغلقة أهي. دي العدد 2 دايرة من فوق وهنظللها عشان دي مغلقة لغاية كامل x لغاية السبعة والسبعة برضو مغلقة. هنعمل دايرة وهنظللها بالشكل ده. تمام. فترة يعني كل اللي ما بينهم يعني هنوصلهم كده اهو وهنظلل كل اللي ما بينهم. دي الفترة الأولى. واي دي من 0 لغاية 4. فالصفر فين اهو مغلق يبقى دايرة تحت مغلقة اهي لغاية الأربعة دايرة تحت ومغلقة هي كمان وهنوصلهم وهنظلل كل اللي ما بينهم بالشكل ده. تمام. اللي فوق اللي هي اكس واللي تحت اللي هي واي. اول حاجة عاوز اكس تقاطع واي. يعني ايه تقاطع؟ يعني اللي موجود فوق وموجود تحت في نفس الوقت. يبقى هو الجزء من 2 لغاية 4 بس. الاتنين موجودة فوق وتحت. ايوه يبقى تبعنا. الأربعة موجودة فوق وتحت. ايوه يبقى نقول له اكس تقاطع الواي تساوي الفترة المغلقة 2 و4. طيب تمام. بعدها عاوز الاتحاد. يعني ايه اتحاد يا مستر؟ يعني كل الأعداد من أصغر عدد لغاية أكبر عدد بس خلي بالي إن مفيش فجوات في النص. يبقى من أول 0 لغاية السبعة. يبقى هقول له كده اكس اتحاد الواي بتساوي من 0 لغاية السبعة. الصفر متظلل ايوه يبقى تبعنا والسبعة متظللة يبقى تبعنا. طيب انا عاوز اكس فرق الواي وواي فرق الاكس. اكس فرق الواي وواي فرق الاكس. انا اسيب خط الاعداد بتاع ده زي ما هو وهنجيب اكس فرق الواي. الاكس خلي بالك فوق. عشان نجيب اكس فرق الواي يبقى انا عاوز المتظلل فوق ومش متظلل تحت. الجزء اللي في الاخر ده بس هو المتظلل فوق ومتظللش تحت. يبقى من 4 الاكس فرق الواي بتساوي من 4 لغاية 7. من 4 لغاية 7. الأربعة دي موجودة فوق. أيوة موجودة فوق. طب موجودة تحت. أيوة أنا مش عايز اللي موجود تحت يبقى دي مفتوحة. طب السبعة موجودة فوق؟ موجودة تحت؟ لا يبقى تبعنا دي موجودة فوق ومش موجودة تحت. آخر حاجة هنجيبها الواي فرق الإكس. واي فرق الإكس خلي بالك الواي تحت. يبقى اللي موجود تحت ومش موجود فوق. ايه اللي موجود تحت ومش موجود فوق؟ الجزء ده اهو من اول 0 لغايه ال2. الصفر موجود تحت. ايوه موجود فوق. لا يبقى تبعنا. انا عاوز اللي موجود تحت ومش موجود فوق. ال2 موجوده تحت. موجوده فوق. يبقى مش تبعنا عشان انا مش عايز اللي موجود فوق. يبقى الفتره مغلقه من ناحيه الصفر ومفتوحه من ناحيه ال2. نفس السؤال اهو نفس الخطوات نفس العمليه مفيش اي مشاكل. ده بالنسبه لخط الاعداد. جزء صغير كمان نحل مساله كمان. مساله ثانيه اهي. ايه الله مش كان اسمها اكس؟ يسميها اكس يسميها ايه يسميها ال يسميها برع يسميها زي ما يسميها مالناش علاقه. انت المساله معانا في فتره اسمها ايه وفتره اسمها بي وعاوز التقاطع والاتحاد والمكمله ومزود لي هنا كمان المكمله عشان نحلها مع بعض. اول مساله نحلها عن المكمله. طب ايه بتساوي ايه؟ انا مش علاقه. ده خط العدد بتاعي اهو. الاربع عدد هرتبهم. اصغر عدد سالب ما نهايه مش همثله. وبعدين صفر. الصفر هنا وبعدين الخمسه هنا والموجب ما نهايه ناحيه الموجب ما نهايه. همثل الفتره الاولى فوق والفتره الثانيه تحت. الفتره الاولى بتقول ايه؟ الفتره الاولى من سالب ما نهايه لغايه الخمسه. الخمسه مغلقه يبقى اعمل دايره واظللها. اعمل دايره واظللها اهو. الخمسه والسالب ما نهايه بالشكل ده وهظلل كل اللي ما بينهم. تمام. اللي تحت من صفر للموجب ما نهايه. الصفر اهو مغلق
هعمل دايره بلون تاني واظللها كده اهو، بس ناحيه الموجب ما نهايه اهي، ونظلل كل اللي ما بينهم. انا عاوز مين؟ خلي بالك اللي فوق هي ايه واللي تحت هي بي. اول حاجه انا عاوزها ايه؟ تقاطع بي بتساوي، يعني تقاطع يعني اللي مشترك فوق وتحت. الجزء المشترك من 0 لغايه 5 هكتب الصفر وهكتب الخمسة. طيب الصفر موجوده فوق وتحت في نفس الوقت؟ ايوه مظلله فوق وتحت يبقى مغلقه. طب الخمسة مظلله فوق وتحت؟ ايوه يبقى مغلقه. تاني حاجه ايه اتحاد بي؟ نمسح دي ونحل مكانها ايه اتحاد بي. ايه اتحاد بي يعني ايه اتحاد بي؟ يعني كلهم من اصغر عدد لاكبر عدد، يعني من سالب ما لا نهايه لغايه موجب ما لا نهايه. طب ما احنا عارفين من سالب ما لا نهايه لغايه موجب ما لا نهايه انا ينفع اشيل كل ده واكتب مكانها ار، يعني اتحادهم بيساوي كل الاعداد الحقيقيه. طيب رقم 3 اللي هي مين؟ رقم 3 ايه فرق البي؟ يعني ايه فرق البي؟ يعني اللي موجود فوق ومش موجود تحت. لو موجود تحت مش هناخده. ايه اللي موجود فوق ومش موجود تحت؟ من اول صفر لسالب ما نهايه، يبقى من صفر او من سالب ما لا نهايه لغايه الصفر. خلي الصغير في الاول. تمام. الصفر انا عاوز اللي موجود فوق ومش موجود تحت. الصفر موجود فوق بس في نفس الوقت موجود تحت، يبقى انا مش عايزه. والسالب منها دايما مفتوحه، يبقى الفتره مفتوحه من سالب ما نهايه لغايه الصفر. طيب عايزين بي فرق الايه في نفس الوقت قبل ما نمسح البي تحت، يبقى انا عايز اللي موجود تحت ومش موجود فوق. يبقى من اول الخمسه لغايه موجب ما لا نهايه الجزء ده اهو، يبقى نكتب من 5 لموجب ما لا نهايه. الخمسه موجوده تحت؟ ايوه. طب موجوده فوق؟ ايوه. يبقى انا مش عايزها، انا مش عايز اللي موجود فوق. يبقى الفتره المفتوحه كلها من 5 الى موجب ما لا نهايه. الجديد بقى اللي هو مكمله الايه. يعني ايه مكمله الايه؟ يعني انا ماليش علاقه بالبي اصلا، انا عايز اللي مش موجود في ايه. ايه واخده من اول 5 الى سالب ما لا نهايه، يبقى ناخد من 5 لغايه موجب ما لا نهايه. الخمسه موجوده في ايه؟ ايوه. يبقى مش عايزها، نعملها فتره مفتوحه. طب عاوز مكمله البي، دي مكمله الايه؟ مكمله البي بيساوي مكمله البي بتساوي اللي مش موجود في بي واخده من اول الصفر الى موجب ما لا نهايه، يبقى ناخد من اول الصفر لسالب ما لا نهايه، من سالب ما لا نهايه لغايه الصفر. طيب الصفر ده موجود في بي؟ موجود تحت؟ ايوه. يبقى مش عايزه، مفتوحه، ودي دايما مفتوحه. يبقى الفتره المفتوحه من سالب ما لا نهايه لغايه الخمسه. والسؤال خلص والموضوع بسيط. انا بعد تعودي على خط الاعداد واني اجيب كل حاجه من خط الاعداد، مع التعود ومع الحل الكتير ينفع احل من غير خط الاعداد. بس خلي بالك في الامتحان لو قال لي مستعينا بخط الاعداد يبقى لازم تعمل خط الاعداد، حتى لو انت تعرف تجيبها من غير خط الاعداد. طالما في السؤال قال لي مستعينا بخط الاعداد يبقى لازم تعملها بخط الاعداد. في السؤال ما قاليش مستعين بخط الاعداد، يبقى انت براحتك، عايز تعملها بخط الاعداد تمام، عايز تعملها من غير خط الاعداد زي الفل، بس يفضل دايما تعملها بخط الاعداد عشان تسهل على نفسك واحنا مش مستعجلين، وخطوه خطوه وفهمنا الدرس. ويا ريت اللي ما فهمش يبعت لي على الواتس، رقم الواتس عندكم في اي وقت، ومع بعض ان شاء الله هنفهم رياضه خطوه خطوه. معكم كان مستر اشرف.